Hello, I'm Christopher Nolan. ده كريستوفر نولان، واحد من أهم صناع الأفلام في العالم. الراجل ده مش ممكن يكون مخرج عادي، ده مهندس سينما، دكتور تشريح أفلام، قول زي ما تقول، بيلعب بدماغ المشاهد زي ما هو عايز. كريستوفر نولان مخرج بريطاني أمريكي، بدأ بكاميرا 8 مللي وهو طفل، ودخل عالم السينما واشتغل كاميرا مان، وبعدها تعمق في الموضوع ودخل في صناعة الأفلام. أسلوبه بيعتمد على اللعب بالزمن ودمج الواقع بالخيال من غير CGI كتير، بيحب كل حاجة تبقى زي ما هي وحقيقية وواقعية قدام الكاميرا. من أهم أعماله سلسلة ذا دارك نايت اللي غيرت مفهوم أفلام السوبر هيروز عندنا، وفيلم زي فيلم انسبشن اللي سحل دماغ أي حد اتفرج عليه، وعندك مثلا فيلم زي انترستيلر تحفة الفضاء اللي أنا ممكن شخصيا أتفرج عليه 50 مرة وما زهقش منه. أما بقى فيلم اوبنهايمر اللي اكتسح بيه كل حاجة كان فعلا فيلم ملحمي. كريستوفر نولان شال الأوسكار أخيرا كأحسن مخرج عن فيلم اوبنهايمر، وخد معاها جايزة الجولدن جلوب وبافتا وقائمة طويلة من الجوائز اللي بتثبت إنه رقم واحد حاليا. نولان ليه فلسفة خاصة في الإخراج، بيكره الكروما بكل أنواعها، خضرة بقى زرقاء، هو شايف إن دي بتخدع المشاهد، يعني مش بتوصل اللي هو عاوزه بالظبط. وهقول لك كام حاجة مجنونة كده من دماغ نولان هتستغرب جدا منها. كريستوفر نولان في فيلم تنت فجر طيارة حقيقية وبنى معمل ذري حقيقي في فيلم اوبنهايمر، حتى مشهد تفجير القنبلة في فيلم اوبنهايمر كان مشهد حقيقي وما استخدمش فيه أي CGI. ومثلا عندك فيلم انترستيلر زرع 500 فدان ذرة حقيقي، وده علشان يصور مشهد الحريقة، وبعد ما خلص التصوير باع المحصول وكسب فيه، دماغ لسعة. وفي فيلم دانكريك استخدم سفن وطيارات حقيقية من الحرب العالمية الثانية، وده بس علشان الممثلين يحسوا بالخوف الحقيقي ويدخلوا جوه الحالة ويطلعوا أفضل ما عندهم. هتلاقيه دايما بيستخدم التصوير بصيغة اي ماكس علشان يديلك تجربة بصرية جبارة مفعمة بالواقعية. وفي تفصيلة بسيطة كده في اللايف ستايل بتاع كريستوفر نولان مخليه مميز عن أي مخرج تاني. كريستوفر نولان معروف بصرامته في اللوكيشن، يعني مفيش أي ممثل بيقدر يقعد على كرسي أثناء التصوير، حتى وقت الراحة بحساب، وكمان بيمنع عنهم التليفونات في وقت التصوير. من ضمن أقواله المشهورة أنا مهتم بالحدود بين الذات والواقع، ودايما بيقول إن السينما لازم تقدم تجربة للمشاهد ما يعرفش يشوفها في البيت. وحاجة كمان مميزة في نولان وهي إن مهما كان الجو حر أو التصوير في الصحراء تلاقي نولان ضارب البدلة بتاعته كاملة، قميص وجاكيت وكرافتة وحاجة ألاجة، وبيقول إن ده احترام للمهنة بتاعته، وده اللي بيخلي فريق العمل كله في حالة انضباط مرعبة كأنهم في معركة مش في لوكيشن تصوير. أما بقى علاقة كريستوفر نولان بالوقت فهو لازم في معظم أفلامه يجيب الوقت ويلعب بيه، ما بيشوفش الزمن كخط مستقيم نهائي، بالنسبة له الزمن كده حاجة مطاط بتاخد وتدي معاه. زي في فيلم انسبشن لعب بالزمن في مستويات الحلم، وفي فيلم ميمنتو حكى الفيلم من الآخر للأول. أما في فيلم دانكريك دمج 3 أزمنة مع بعض، ساعة ويوم وأسبوع في كادر واحد. راجل دماغه مسافرة. فمرة اشترط عليهم إن السيناريو اللي هيشتغله لازم يطبع على ورق بلون معين علشان ما يتصورش، لدرجة إن الممثلين أحيانا ما بيعرفوش نهاية الفيلم غير وقت التصوير. وفي فيلم اوبنهايمر الورق كان مطبوع بالاسود على خلفيه حمراء، وده علشان لو حد حاول يصوره بالموبايل يطلع اسود تماما، زي كده مدرسين وحش الكيمياء وغول الرياضيات. تفكيره كلاسيكي جدا جدا، ما عندوش حاجه اسمها نسخه فيلم كوبي ولا ماستر ولا على فلاشه. الراجل ده بيسلم افلامه يدويا للمونتاج، وما بيثقش في اي كلاود ولا ايميلات ولا اي حاجه يتحفظ عليها الفيلم. هتلاقي ان اغلب افلامه بتدور حوالين فكره واحده، وهي احنا مين من غير الذاكره بتاعتنا. لما تعمقت كده في دماغ كريستوفر نولان لقيت ان الجنون عنده بيقدر يحول اي سؤال فلسفي لمثلا فيلم اكشن معقد يكسر بيه الموسم وياخد بيه نصيب الاسد من الايرادات وهو سايب ايده. في الاخر نولان هو المخرج اللي بيخليك تخرج من الفيلم بتاعه محتاج تقعد مع اصحابك ساعتين 3 علشان تقدروا تفهموا ايه اللي حصل في الفيلم، وده سر عبقريته. اشوفكم بخير.